السلام عليكم ليكيب. الهضره اللي راهي تدور حاليا خوتي في مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك كاين 20 بوطي تاع حراقه خرجوا من المستغالين، وكاينه ناس قالت لك لا، العدد والرقم كبير اللي هو 50 بوطي قال لك خرج من المستغالين ماشي 20. على كل حال خوتي في كلتا الحالتين هذا رقم وعدد كبير ورهيب، 20 ولا 50. لو كان طلع على حسابها دير باللي في كل بوطي لو مينيموم 10 بني ادم ولا 15، شوف شحال تعطيك في النهايه. وزيد تاني خوتي، هذه ماشي الخطره الاولى اللي رانا نشوفوا كيما يقول لك هجره غير شرعيه جماعيه، وما غاديش تكون الخطره التاليه مادام الاوضاع المزريه والاوضاع كيما يقول لك الاقتصاديه والاجتماعيه على حالها. الشباب غادي يهرب وغادي يسي كيفاش باش ينجو بحياته ويوصل للضفه الاخرى. على كل حال خوتي، نورمالمون نذكروا الاسباب ونعالجوا القضيه ونسيو كيفاش نلقوا حلول، باسكو لا قعدنا كيما يقول لك في هذه الحلقه المفرغه غادي نقعدوا ندوروا نباتينو غير فيها وما غاديش نخرجوا منها، باسكو هذا نفق مظلم. وزيد ثاني خوتي، الناس اللي راهي تعاير في هذو الحراقه مساكين راهي تقول عليهم دي فوايو، والجزائر تخلصت منهم وتخلصت من النجاسات تاعهم. اتقوا الله في نفوسكم وخافوا من مولاكم، هادو راهم شباب جزائري، هذا استنزاف للثروه الشبابيه الجزائريه، هذه طاقات رانا نهضروا فيها ورانا نمدوها بالمجان الى اوروبا. هي كان من المفروض ومن الاجدر تلوموا من هو المسؤول ومن هو المتسبب على وصولنا لهذا الحال. الناس كاع هربت والباقي كاع راهم يسيو كيفاش يهربوا تاني. وزيد تاني خوتنا المستغالميه في تولوز راهم بقوه، تحسب راك في مستغالي ما راكش في ولايه ولا في مدينه بليطو فرنسيه. لا بليبار تاع لي جان خوتي في مستغالي كاع عطاوها، وتسقسي اي واحد مستغالمي تقول له شاولا الهدف تاعك مستقبلا ولا منا على المدى المتوسط، يقول لك راني داير باش نعطيها. هذه هي الحقيقه المره وهذا هو الواقع المعاش اللي قلنا نتقبلوه، واللي قلنا ثاني كما يقول لك نسلطوا الضوء على هذه القضيه وعلى هذا الموضوع ونسيو كيفاش نلقوا حلول، ما نقعدوش نلوموا في هؤلاء الشباب وننعتوا فيهم بابشع الصفات.